ماضي إيه؟ طنط فريدة، أنا عارفة إن في حاجة أنتم مخبيينها عني. أنا عايزة أعرف كل حاجة حصلت ليزن، وعايزة أعرف إيه الحالة اللي وصلته إنه يكون مدمن مخدرات. إيه؟ أنت أنت عرفتي إزاي؟ مش موضوع عرفت إزاي دلوقتي، أنا جاي عشان تجاوبيني. اتنهدت فريدة بيأس، وعرفت إن مفيش مفر إنها تقولها باللي تعرفه، لكن لقت إن هو هيعود على ابنها بالنفع. ضحى الوحيدة هي اللي هتقدر تغير يزن، فبدأت تحكي لها اللي حصل ليزن بحسرة وألم. ياسر كان طفل صغير عنده 12 سنة، كان محبوب من الكل وعمره ما زعل حد. كان بيعمل أي حاجة نطلبها منه من غير ما يجادل أو يناقش. كان بيحفظ القرآن وبيصلي وعارف ربنا رغم صغر سنه، لحد ما جه اليوم اللي قلب حياته وحياتنا كلنا. كان بيلعب كرة مع ولاد عمه في الجنينة عادي زي كل يوم، وفجأة الكرة خرجت بره وهو جري وراها يجيبها، بس اتأخر قوي. ولما ولاد عمه خرجوا وراه عشان يشوفوا اتأخر ليه، لقوا عربية سودا بتخطف يزن وهو بيقاوح. لكن في النهاية ده طفل عمره ما هيقدر عليهم أبدا، وأخدوه معاهم واحنا قلبنا الدنيا عليه. وساعتها عصام كلم كل معارفه في الداخلية لأنه كان شغال ضابط في الداخلية وكان شاطر جدا، وقبض على ناس ومعاهم شحنة مخدرات كبيرة جدا تكاد تقضي مصر كلها. دي كانت الضربة القاضية لصحاب الشحنة دي، واللي عرفنا بعدها إن هما كانوا من المافيا. وعصام اتورط في الموضوع ده بما إنه السبب في القبض على الشحنة دي، هو وأخوه رؤوف أبو عمر، واللي للأسف قتلوه وحاولوا يقتلوا عصام، بس كان متحوط من كل حتة. وقتها هم قرروا ينتقموا ويخطفوا ياسر. خطفوه 5 سنين. عارفة يعني إيه ابنك يتخطف من قدام باب بيته لمدة 5 سنين؟ 5 سنين عشت فيهم في عذاب وأنا بدور على ابني. كنت محملة عصام الذنب على الرغم إنه ما كانش ذنبه، بس النار اللي جوايا كانت بتكويني كل يوم، وأنا مش عارفة حاجة عن ابني. لحد ما فقدنا الأمل وتفوت السنين وأنا عايشة على أمل إن ابني هيجيلي في يوم من الأيام. وقتها عصام كان في مأمورية كبيرة وهيتم القبض على عصابة مافيا كبيرة عرفوا مكانهم. هو وقتها مرضيش يقولي عشان ما يدينيش أمل على الفاضي، وراح وتم القبض عليه. وساعتها لقوا أكتر من 200 طفل مخطوفين. ولما عصام دور ما بينهم لقاه، لقى ابني يزن وسطهم رغم إن ملامحه كانت متغيرة، بس أكيد هو مش هيتوه عنه. بس وقتها بقى يزن راجع مختلف تماما. كانت نظراته كلها لوم وعتاب وقسوة. ما بقاش يزن ابن الطيب الحنين، كان موجود على جسمه علامات ضرب وتعذيب وذل وإهانة. وقتها بس عرفت إن ابني شاف اللي مفيش طفل شافه في سني. عصام استقال من شغله، ويزن اتعالج لمدة سنة،